ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في منصة دوت ميرا. النهاردة إن شاء الله إزاي هنحل امتحانات العملي. احنا خدنا الجزء النظري، دلوقتي هناخد الجزء العملي، فركزوا معايا كويس جدا في الكلام اللي هقوله. أول حاجة هبتدي أجاوبكم على سؤال انتوا خايفين منه جدا. أنا مش عارفة أحفظ الشيك ليست وفي نفس الوقت أنا هعمل إيه؟ طب أنا فهمت البروسيجر أو اللاب. طيب انا هعمل ايه؟ هحفظ الشيك ليست ولا هقول اللي انا فاهمه؟ السؤال ده انتوا بتتسالوا فيه كتير جدا، مش بتتسالوا فيه، بتسالوا فيه كتير جدا وخايفين منه جدا. هجاوب عليه، لكن هي دي مش اول نقطه لو انا داخل الامتحان العملي، لكن دي تعتبر فعلا اهم نقطه. انا مش حافظ الشيك ليست بس فهمت المحاضره. ما احنا كنا متفقين ازاي هنذاكر العملي بتاع المواد التمريضيه، فقلنا ان احنا هنلخص الشيك ليست، وقلنا ان احنا واحنا داخلين لازم تقول للدكتور يا دكتور اي بروسيجر بتتكون من 3 مراحل: before و during و after. هتحس ان انت فاهم، صدقني هتحس الدكتور اللي انت فاهم وهتبقى مبسوطه منك وهتجيب امتياز. لكن لو انت حافظ الشيك ليست وبتسمعها هتعرف اللي انت حافظ وانت ما انتش فاهم حاجه. فلازم تفهم، فافهم الاول البروسيجر وانت داخل كده تقول للدكتور ان البروسيجر بتتكون من 3 مراحل. المرحله الاولى ديت بعمل فيها كذا، وانت بتقول بعمل فيها كذا بتحضر حاجاتك، بتحضر الادوات بتاعتك، بتبتدي تشتغل. هي الدكتور لما تسالك مش هتقعد تسمع وتعلم على الشيك ليست، لا، هي برضو بتسالك وبتشوفك وانت بتتكلم وبتشتغل. خلوا بالكم لان في طلبه كتير لما بنيجي نسالهم فبيسمع الشيك ليست. اشتغل، ده اسمه لاب، حاجه كلينيكال، حاجه فيها سكيلز، مهاره. ايه هي المهارات بتاعتك؟ فانت بتتكلم وبتشتغل اكتر ما بتتكلم. فهعمل ايه طيب يا دكتور في الشيك ليست؟ احنا قلنا زي ما احنا قلنا في اللي هي الخطوات الثابته، هنقول بيفور وديورنج وافتر، وقلنا هنلخصها. هنبتدي واحده واحده واحنا بنشتغل ونقول احنا بنعمل ايه بالانجلش. قلنا مش لازم تقول الجمله كلها بالنسبه للجزئيه دي. يبقى ما تقلقش خالص من حته ان انا لازم احفظ الشيك ليست. الدكتور مش هتحاسبك على كده، الدكتور هتحاسبك على المهارة بتاعتك، يعني الشغل اللي انت هتشتغله بايديك. على سبيل المثال البلاد بريشر، انا هقيس ضغط الدم، فانت بتحضر الادوات الاول، فبتحضر الادوات، هتبتدي تشتغل مع البيشنت، بتبتدي فعلا تشتغل وبتحط الكف، بتشوف الستاتسكوب، كل الحاجات دي بتشتغل. وانت بتشتغل تقول. يبقى الدكتور هتحاسبك على شغلك اللي انت هتشتغله بايديك وعلى الكلام اللي انت هتتكلمه بالانجلش. فمش شرط ابدا ان انا احفظ الشيك ليست بالظبط زي ما هو مكتوب. زي ما قلت كده، ازاي نذاكر، شوفوا الحلقة ازاي نذاكر المواد التمريضية الجزء العملي، هيفيدكم جدا جدا. وصدقوني لو عملتوا اللي انا بقول عليه الدكتور هتستنبط اللي انت فاهم، وحد ذكي وحد مذاكر كويس بذكاء، فطبعا هتديك الدرجة النهائية. لكن اللي هو حافظ وبيسمع استحالة هيجيب الدرجة النهائية. فخلوا بالكم من الجزئية دي، احنا بنشتغل واحنا بنشتغل بنتكلم. طيب دي اللي هي الجزئية اللي انتوا بتسألوا فيها كتير. لكن كده انا خلصت الجزئية اللي انتوا بتسألوا فيها كتير، يا ترى هنقول الشيك ليست ازاي؟ طبعا دي جزئية فعلا مهمة جدا وتعتبر الكور او اهم النصايح اللي احنا المفروض ناخدها النهاردة، ولكن دي مش اهم حاجة. احنا اول ما بيتنادي على اسمنا المفروض انا مجهز نفسي بكل تعليمات اللاب، اللي هي اول حاجة فيها اليونيفورم بتاعي بيكون نظيف ومكوي وريحتي كويسة. ما ينفعش ابدا يبقى اليونيفورم بتاعي متكسر او ريحته مش لطيفة. الحاجات دي بتفرق جدا، وحتى احنا كبشر اول حاجة بناخدها على الناس اللي معانا الانطباع، مظهره شكله عامل ازاي. فمظهرك شيء مهم جدا، اهتم بيه، لان بتدي انطباع للدكتور ان انت حد ملتزم، فبالتأكيد هتكون ملتزم برضو في الشيك ليست بتاعك وفي معلوماتك. فدي نقطة مهمة جدا. وانا داخل بثقة وراسي مرفوعة، وداخل بابتسامة لطيفة كده، مش ابتسامة اللي انا يعني مش هاممني حد، لا، ابتسامة كده لطيفة. ما اقعدش بقى اشبك في ايديا وقلقان وباصص للارض، لا، انا داخل رافع راسي لفوق، لبسي مهندم كده، وداخل بابتسامة لطيفة ورحت ناحية الدكتور. هتبتدي تقولي مثلا
على الشيك ليست معين او اللاب معين هنبتدي ايه ناخده. زي ما قلنا نفس الخطوات. هتبتدي بقى دلوقتي نبرة صوتك تبقى عالية، مش كل شوية الدكتور انت بتقول ايه، انت بتقول ايه. الحاجات دي بتنرفز جدا وبتدي انطباع ان انت خايف وما انتش عارف تقول، فبتلخبط في الكلام علشان محدش يسمعك وتعدي. فصوتك يبقى عالي واحنا بنشتغل. خلوا بالكم نبرة صوتي تبقى عالية. واي تو اي كونتاكت. يعني ايه اي تو اي كونتاكت؟ يعني باصص للدكتور، مش خايف وباصص في الارض وخايف ابص عليه. ده برضو بيدي انطباع ان انت خايف وقلقان. فوانا بشتغل صوتي يكون عالي. انا بتكلم بالانجلش وبشتغل، خلوا بالكم من الجزئية دي. وعينيا برضو مع الدكتور لما بيسألني في حاجة ببتدي انتبه له وابتدي اجاوب ليه. واي تو اي كونتاكت، يا باصص في عينين الدكتور مش باصص في الارض وايه وخايف. اهم نصيحة نلتزم بالتعليمات. افهموا اللاب كويس جدا. ابتدوا قسموا البروسيجر لمراحل. وانت بتشتغل تتكلم ما تقلقوش من اي حاجة ابدا. ثقتك بنفسك وتوكلك على ربنا ان شاء الله ان شاء الله هتجيبوا امتياز وهتعدي زي ما عدت حاجات كتيرة. ان شاء الله هتعدي ما تقلقوش.